حكيم الامبراطوريه. محدش عارف يعني ايه الحكيم والله ولا انا اتخرجت من البريتش كوثر. القوى العامله عينوني هنا، قالوا الراجل ده معاه لغه صيني وغلبان، اديني قاعد هنا بقلب عيشي، ادوني العصايه دي وشغال بيها حكيم. من خلفي؟ انا لست خلفك، انا وراءك ايها الجحش. يبدو انه شابا ذكي. من ورائي؟ انا لست وراءك، انا بجانبك ايها العنزه. هيطلع عين امي. انا هبص له بطرف عيني من غير ما ياخد باله. مين جنبي بسرعه؟ انت الحكيم؟ ايوه انا الحكيم. عايزك في مصلحه. عايز صابع ولا فرش؟ انت تاجر بانجو ولا ايه؟ شكله مباحث. انا الحكيم، انا الحكيم يا ابني. عايز ايه؟ مباحث ايه يا عم انت؟ انا جاي لك عايز حوار يعني. ايوه عايز ايه يا ابني؟ عايز ابقى قوي ويبقى عندي قدرات. عايز قدرات خاصه، قالوا لك روح للحكيم. ايوه. اسمك ايه يا ابني؟ اسمي جاكي محمد السيد حسين. لا احنا هنشيل الهري ده، محمد احمد حسين، وهيبقى اسمك جاكي شان. جاكي شان؟ عارف يعني ايه جاكي شان؟ يعني ايه؟ يعني حسام حسن. ايوه. هتبقى انت عميد البطوله. ايوه انا عايز ابقى زيه. هديك كل القدرات الخاصه. ايوه بس انا عايز يبقى ليا قدره خاصه لوحدي انا بس. فاهمك، انت عايز القوه. ايوه. ما انت قوه اهو يا ابني، جاي تفرهدنا ليه؟ عايز ابقى اقوى. خلاص هعمل لك اختبارات، انا جاهز. لو عديت منها هتبقى بطل مغوار. ماشي. الاختبار الاول في الصين اختبار الكونغ فو. كونغ فو؟ ايوه هو اختبار الكونغ فو باللغه الصينيه الفصحى. الكونغ فو. ايوه جاهز؟ انا جاهز. اول اختبار في الكونغ فو كونك الماء. الساقع ولا السخن؟ يا ابني انت هتتلمض. ايه كونك الماء دي؟ هي حكمه بقالنا 40 سنه بناكل بيها عيش كده، محدش بيعقب، جاي انت تعقب. قول لي حاضر. حاضر. كونك الماء. حاضر. هعلمك الكاتا الاولى. ايوه كده انت حلو. يا عم يلا. يلا. الكاتا الاولى. انا جاهز. جاهز؟ جاهز للكاتا. كاتو ليه؟ ما شكرا. شا يا دبا. دي كاتك 60 نيله. يا ابني انت صغير على الكونغ فو، شبشبك طار. قاعدين احنا قدام باب جامع، تعالى يا ابني. ايه يا حبيبي؟ خلاص يا عم. خلاص ايه؟ انت صغير على الكونغ فو والله. لا انا كبير. كبير؟ هوديك للكابتن مازن بيدرب تحت 14 سنه. يا عم انا كبير بقول لك. يا عم كبير، انت تلعب تلعب بيلي، ما تلعبش كونغ فو. وبعدين الاختبار الثاني خلاص ايه؟ انت سقطت في ده، اعمل لك اختبار الثاني. ماشي. الاختبار الثاني اختبار السرعه. انا اسرع واحد في الكون. لازم تكون زي الدبانه بالظبط. ماشي. حظك حلو، في دبانه بتعمل لاندنج اهي. يا عم يا معفن، في ايه؟ تاكل الدبانه هتجيب دبانه تاني منين؟ حظك حلو، في رحله نازله اهي. لا يا عم انا مش عايز الاختبار المعفن ده. هتسقط في ده كمان. يا عم مش مهم. خلاص فاضل لك اختبار واحد وهو اختبار الخيال. الخيال؟ لازم البطل يبقى عنده خيال. انا جاهز. جاهز؟ جاهز. هبتدي لك يوم كله خيال. ماشي. صحيت الصبح بدري، بتقرا جورنان الصيني اليوم. لقيت حبيبتك الاميره اتخطفت. ايه؟ خدت عربيتك، نزلت جري على كوبري 6 اكتوبر. وقفت قدامك عربيه جيب، نزل منها اسد وجالك. يا عم في اسد هينزل من العربيه. تخيل. طيب الاسد جالك قال لك الرخص يا كابتن. يا عم في اسد هيتكلم. تخيل. طيب قال لك الرخص والا هسحب العربيه. هسيب له العربيه. هتسيب العربيه الاسد؟ يا عمي تخيل. انت الخيال حلو اهو. ايوه انا معاك. هو صمم قال لك الرخص ماليش فيه. هقول له تبع اللي هو نمر بس عداك. نزلت نزلت ماسبيرونج، حاسب في ميكروباص بيحمل الكيت كاتونج، حاسب. نزلت ماسبيرونج، لقيت القرود عاملين اعتصام بيقولوا الزعيم بتاعنا لازم يرجع. هتقول لهم ايه؟ هقول لهم انا الزعيم ورجعت يا اخوانا. الله اكبر. يلا هتخش ماسبيرونج الاميره فوق. انزل بالعربيه ولا اطلع بيها؟ هتطلع بالعربيه، انزل. طيب حاضر. يلا اقفل العربيه في وسط البلد تتسرق احنا. يلا. ايوه ايوه تتخيلتها فول اوبشن. تخيلك هيكلفنا قوي يا ابني. عادي بقى حكيم. ما تتخيلها 128 ام.
خلاص بقى. مش عايزين صرف يا عم هو نزل. دخلت ماسبيروم اهو. لقيت بروسلي واقف على باب الاميره. بروسلي؟ ايوه. هتصور معاه، انا بحبه قوي بجد؟ قول له الحكيم بيحبك وسلم لي عليه ماشي حاضر. دخلت اوضه الاميره. أيوة. فتحت الباب لقيت مين؟ الاميره. الاميره راحت الكوافير. تخيل تخيل مصحيني النوم من الصبح يوم كامل في الصين عشان انزل اشوف الاميره تقول لي تخيل. يا ابني مش تروح لها الكوافير افرض معهاش فلوس تديها لايه؟ بس خلاص انت سقطت في كل الاختبارات، مش هينفع تبقى بطل. لا يعني ايه مش هينفع؟ سقطت في الاختبارات. ماليش دعوه، لازم ابقى بطل. عايز تبقى بطل؟ ايوه. اللي بيسقط في الاختبارات بيمشي حاله. حتى في الصين؟ يعني في الصين ما عليناش اقساط، مشي حاله. خد يا عم الحكيم. هات والله بنتي جاي لها عريس ولسه ما جبناش النيش. الف مبروك يا ابني، اقابلك الدرس الجاي. ماشي خلاص. يلا روح. استنى اخد الستيك سيلفي بتاعتي. تعالى يا شاكي، اهم درس ما تنساش، عايزك تكون زي الدبانه. انا عارفك زيها في الشكل، انما انا قصدي في السرعه. يا سوشي يا سوشي، ايه اللي جابك؟ يا شنك انت ايه اللي جابك يا سوشي دلوقتي؟ انت تحمد ربنا ان انا جيت اصلا. ايه؟ انت تحمد ربنا ان انا جيت اصلا. احنا في الصين ولا في الشرقيه ولا بقالك 20 سنه في الصين ولسه بتتكلمي فلاحي؟ ايه؟ انت منين يا بت؟ انا من بكين. بكين؟ هم بكين كده؟ منين من بكين؟ انا من بكين البلد مش بكين المحطه. هو في كده في الصين برضو؟ ايوه. طيب بقول لك امشي دلوقتي عشان ابويا لو شافنا هيقتلنا احنا الاثنين. ابويا منع ان انا اقابل حد هنا. انا مش فاهمه هو ليه مش عايزنا نحب بعضينا ليه؟ عشان انت من فلاحين الصين وابويا الامبراطور، في فرق كبير ما ينفعش. يعني امبراطور يعني؟ يعني الامبراطور؟ امبراطور الصين. ايوه يعني بيبيع بيبيع ايه؟ ما بيبيعش حاجه. ايوه يعني بياخد كام في الشهر؟ بياخد اللي عمر اهلك ما يشوفوه. بعدين ده هو اللي بيدي للناس الفلوس. انا هفهمك بطريقتي. انت عارفه الطر؟ ايوه. هو الامبو بتاعه امبراطور. فهمتي كده؟ طب اقول لك ايه ولا يا شنك، احنا لازم نهرب. نهرب ازاي؟ انا بيع الجاموسه اللي حيلتي ناخد فلوسها ونهرب بيها. يا بنتي الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام ناس متخلفين. نبيع الجاموسه ونمشي فيها هنروح فين يعني؟ الجاموسه لو بعناها اخرنا نروح باب القصر بتاعنا، مش نحجز تذاكر ونسيب الصين. وانا ما اقدرش اسيب الصين واهلي وحتتي وناسي وعم حمدي بتاع السيراميك وابراهيم بتاع الالومنيوم. انا لازم اصبح على الناس دي كل يوم يا سوشي، ما اقدرش اهرب. طب انا مش فاهمه هو ليه ابوك بيعاملك المعامله دي بس؟ عشان هو الامبراطور اكبر حاجه في الدنيا. يعني امبراطور؟ امال لو كان وزير كان عمل فيك لو كان وزير كان عمل فيك ايه؟ الوزير قبل الامبراطور مش بعد الامبراطور. انت بقول لك ايه؟ بقول لك احنا لازم نهرب تاني. ما انا قلت لك مش هينفع اسيب الصين. لازم نهرب والله. نهرب ازاي؟ نفط من على السور. سور ايه؟ سور الصين. هو سور مدرسة السعدية؟ هنكت من الصين؟ ده سور الصين ده ما ينفعش الجيوش تعديه تخش عندنا، هننط احنا من عليه. بطلي غباء بقى، تخلي تشدك بالكشاف على وشي. ما ينفعش. بقول لك على حاجة، بيع الجاموسة. بيع الجاموسة اللي عندك لأن أنت تقريبا رضعتي من الجاموسة وأنت صغيرة. نسيوكي في الزريبة فرضعتي منها. ولما تفهمي تبقي تجيني ويلا امشي. امشي منين؟ من على الكوبري. ايه الكوبري دي؟ كمان مش عارفه الكوبري؟ كمان قلطم على وشي. امشي من على القنايه. من على القنايه دي على طول. ليه عارفاها؟ طيب عرفتي القنايه؟ يلا امشي كتكنيله. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب لي شويه ترمس ولا حمص كده. احنا على كوبري. مفيش حاجه. اطلعي بره. اطلعي بره. قال هبيع الجاموسي. بيع الجاموسي. بيع عشان تبقي مخك عدل بدل الزناخه اللي انت فيها دي. تكنيله تاخدك وتاخد منظرك.